السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دي أول مرة أعمل فيها لايف في حياتي عموما يعني. بس أنا حبيت إن أنا أجرب ويعني إن أنا آخد الخطوة دي. هو أنا بالنسبة لي أنا خايف طبعا، يعني دي أول مرة إن أنا أطلع لايف. وخايف بصراحة من ماتش الوداد. بصراحة الأهلي النهاردة كان يقلق جدا. استعجال وإنذارات ملهاش لازمة وبطء في التفكير وبطء في الحركة. من لعيبة معينة مش من اللعيبة كلها، يعني عندك حسين الشحات وبيرسي تاو، كانوا الاتنين بيتحركوا بصراحة يعني بسرعة مع الكورة، يعني ممكن ان هم يخطفوا الباك اللي بيجري معاهم. لكن الأداء بصراحة بتاع الأهلي ككل ما كانش كويس النهاردة. الأهلي بدأ التشكيلة بتاعته بمصطفى شوبير حارس مرمى، ومحمد هاني ومتولي وعبد المنعم ومعلول خط الظهر، ومروان عطية وديانج والسولية في خط النص، وبيرسي تاو ناحية اليمين وحسين الشحات ناحية الشمال، ومحمود عبد المنعم كهربا في مركز الهجوم. آه، عندنا بصراحة حتة الاستعجال النهاردة مش طبيعية. يعني عندنا محمود عبد المنعم كهربا جاله تقريبا فرصتين، الفرصتين ضيعهم. الأولانية بطريقة غريبة جدا، هو شاط الكرة من تحت لفوق، خلى الكرة في السماء. يعني دي المفروض دي جون يا كهربا، يعني مش عارف انت عملتها كده ازاي. يا جماعه في ماتش الوداد احنا مش هينفع نضيع. ماتش الوداد ما ينفعش تضيع. ماتش الوداد انت بتستغل انصاف الفرص. ما ينفعش ان انت تضيع كوره، ما ينفعش ان انت تضيع فرصه. يعني عندنا حسين الشحات قدر ان هو يستغل الهجوم بتاعه والتحرك بتاعه والمهارات بتاعته، قدر ان هو يجيب جون بالكات انسايد اللي بيعملها مره واحده كده، وبيلم مدافعين ثلاثه معاه او بياخد اتنين ثلاثه معاه، وقدر ان هو يحطها زي ما عملها في ماتش الهلال اللي هو ايه كسبنا فيه 3-0 في رمضان اللي هو كان من شهرين. آه، بالنسبه لاليو ديانج، هو اليو ديانج بصراحه انا شايف ان هو كان جوكر النهارده. الراجل كان بيتحرك ناحيه اليمين وبيتحرك ناحيه الشمال وبيرجع ان هو يقطع كوره، برضه لعيب قطيع كوره. يقدر ان هو يرجع ويلم الكوره، يقدر يلم اللعيبه حواليه، ويقدر ان هو يطلع الكوره صح بجانب سرعته. الراجل ده كان بيتقدم ناحيه اليمين مره واحده، وبعدين يرجع لو الكوره اتقطعت، ويتقدم ناحيه الشمال، وبعدين يرجع مره واحده. وبعدين عندنا محمود متولي بصراحه يعني. محمود متولي لعيب كويس، بس انا رايي فيه من زمان ان هو لعيب بطيء التفكير. بطيء التفكير يعني ايه؟ يعني هو بيتحرك عينه على الارض، عينه مش في الملعب. في كوره كان هيتسبب فيها في انفراد وبعدين اتسبب فيها في فاول بانذار. يا كابتن محمود، الكلام ده ما ينفعش والله في ماتش نهائي زي ماتش الوداد. الماتش ده هيكون فيه ضغط اعصاب، الجمهور هيبقى مالي الملعب، مش زي ما انت شايف كده في التالتة شمال بس. لا، الجمهور هيبقى مالي الملعب يمين وشمال. اتمنى ان الاخطاء دي ما تتكررش. وهو كل الدعم للي هيلعب، بس انا اتمنى بصراحه ياسر ابراهيم هو اللي يكون موجود في ماتش الوداد بجانب عبد المنعم. وعبد المنعم برضو بصراحه انا شايف ان هو برضو له شويه اخطاء النهارده. بيتحنجل وبيتفلحس كتير في الكوره. مش كده يا عبد المنعم، ده مش اسلوبك، دي مش طريقتك. علي معلول برضو، هو محمد هاني وعلي معلول الاثنين اخدين اوامر من المدرب ان هما الاثنين بيساهموا مع الاجنحه بتاعت الاهلي. طيب الاثنين بيتقدموا، بس مش الاثنين بيرجعوا. يعني انا لاحظت كذا كوره محمد هاني بيتقدم وما يرجعش. لاحظت معلول بيتقدم برضه ما يرجعش او يتاخر في الرجوع. الكلام ده مش هينفع معانا في ماتش الوداد اللي جاي. انا ليه بتكلم في ماتش الوداد؟ لان هو خلاص الدوري بنسبه كبيره هو خلاص شبه محسوم. انت هتكسب 6 7 ماتشات من الماتشات اللي جايه، خلاص انت خدت الدوري على كده. وهي الفرق اللي معاك او اللي قصادك كلها مسلمه، يعني خلاص الموضوع منهي يعني. انما الوداد مش هيسكت لك، الوداد مش هيسيبك. الوداد عندك اوناجم ناحيه اليمين وعندك المترجي ناحيه الشمال. والمهاجم بتاعهم اللي اسمه سامبو. الناس دي مش هتسمي. يعني الناس دي سرعات. وسامبو ده بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده طول بعرض هجمه كده بيتحرك كده. الكرات الثابته الرأسيات الكلام ده هو ممكن يجيبه. نقطه كمان بالنسبه لماتش النهارده، كميه كرات ثابته لصالح سيراميكا ملهاش عدد. عدد كبير جدا من الكرات الثابته اللي بيستغلها كويس نادي الوداد، ويقدر ان هو يجيب منها جون زي ما حصل في الماتش بتاع سان داونز اللي فات في جنوب افريقيا. قدروا ان هم يستغلوا كورتين من الرأسيات جابوهم جونين. الماتش خلص على كده. وقدروا ان هم يصعدوا الماتش النهائي رغم ان الماتش كان بنسبه كبيره محسوم لصالح سان داونز، يعني لان هو الماتش في ملعبهم وخلاص، يعني الامور كانت خلصانه يعني. لكن في روح عند نادي الوداد وبالذات في حته الكرات الثابته. الكرات الثابته يا كولر، الكرات الثابته يا كولر. المدافعين بتوعنا لازم يا جماعه نهدى على بعض شويه.
نهدى على بعض شويه في حته ان انت ممكن تعمل فاول من قدام ال 18 وتعمل لنا بيه مشكله بهدف. هدف في القاهره يبقى انت كده خرجت من البطوله خلاص، وربنا يستر. بعدين انا عايز اتكلم في حته الانذارات اللي خدها الاهلي النهارده. انا شايف الاهلي بصراحه اخد انذارين مجاني. يعني عندنا سيميوليشن عمله محمود عبد المنعم كهربا، اللعيب داس على رجله وهو بيتحرك وداخل ال 18، لكن هو برضه وقع بعديها وعمل سيميوليشن. طيب يا كهربا، انت المفروض ان انت خلاص رايح على الجون. ممكن يكون اختلس توازنك، يعني ده حاجه ترجع لك، بس هي باينه ان هي سيميوليشن، انت موقع نفسك، خدت انذار مجاني. طب ليه نعمل كده؟ احنا يا جماعه برضو ماتش الوداد ما ينفعش ان انت برضو تقع وتضيع فرص بالمنظر ده. انت رايح على الجون خلاص، ما تمثلش، كمل كمل، ما تقعش، كمل. كذلك الامر برضو محمود متولي اتفلحس في الكوره هربت منه، يعني بدل ما يروح يمين راح شمال. راح المهاجم خاطفها منه، احمد ياسر ريان خاطفها منه، راح بيها تقريبا انفراد، راح شده من التيشيرت موقعه. انذار. ما دي انذارات مجانيه، انت كده بتعد على نفسك. طب ليه؟ طب ما نلعب السهل، نلعب السريع. وبعدين ايه كميه البطء اللي في التحضير ده، ومره واحده تروحوا متسرعين قدام الجون ومطلعينها بره؟ يعني بيرسي تاو جاله كوره في الدقيقه تقريبا 92 او الدقيقه 90، مش متذكر بالظبط. بيرسي تاو جات له كوره قدام بسام، ضيعها بطريقه غريبه. هو اترمت له الكوره من محمد هاني، بيرسي تاو ضيعها. يعني انت في وش الجون، احنا هنفضل نضيع كده لحد امتى؟ 1-0، 1-0، و35 فرصه رايحه، 35 فرصه محققه رايحه. وبعدين ايه الشوط الضعيف اللي من قدام ال 18 ده؟ احنا ليه شوطاتنا ضعيفه قدام ال 18 كده؟ انا لاحظت ان مروان عطيه بس تقريبا هو اللي بيشوط، الباقي تقريبا ما شاطش، او الشوطات اللي طلعت شوطات كلها ضعيفه. يعني انا شفت كهربا شاط شوطه طلعت ضعيفه جدا. كذلك برضو الامر الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه، الثلاث ماتشات اللي لعبناهم في الدوري، احنا بنشوط من قدام ال 18 شوط ضعيف جدا. يا جماعه الكلام ده في ماتش الوداد ما ينفعش، ما ينفعش. وما ينفعش يا محمد يهاني وما ينفعش يا علي معلول تبقوا قدام تهجموا الهجمه وما ترجعوش. الوداد مش هيسمع عليك، الوداد هيلعب تحت الكوره وهيستغل المرتده زي ما عمل مع سان داونز بالظبط. هم شاطرين في الحته دي، الفرقه كلها بتعمل كده. وبالنسبه للدفاع بتاع الوداد، الدفاع بتاع الوداد عندنا العملود ناحيه اليمين، ومش متذكر بصراحه الباك الشمال بتاعهم اسمه ايه، بس هو اللعبه كلها زون ديفenس، هو بينزل كده زي المثلث، لعبهم زي المثلث. يعني احنا لو لعبنا على الاطراف زي ما احنا بنلعب كده كات انسايد من ناحيه اليمين، بيرسي تاو اللي بيعمله ومحمد هاني بيكمل من وراه، وحسين الشحات الكات انسايد من بره ما بيكملش جوه ال 18، لا الكات انسايد من بره. لو احنا اتعاملنا بالطريقه دي هنجيب. بس عايز الكرات دي كلها اللي انت بتكمل بيها دي تخش بيها المرمى. انت مش يعني انت مش لعيب عويل، انت تقريبا المرمى قدامك فاضي، انت والحارس بس. كورتين ثلاثه حرام ان هم يضيعوا بالمنظر دوت، منهم واحده في السماء، يعني ده غريبه قوي. وبعدين في كوره لصلاح محسن اترمت في ظهر محمد عبد المنعم بشكل غريب قوي. الكوره دي برضو يعني محمد عبد المنعم ده تسأل عليها. الكوره دي بصراحه يعني صلاح محسن لعيب سريع لعيب كويس، بس ما كانش يرتقي ان هو يبقى موجود في الاهلي. يعني الله يسهل له عموما يعني. بس هو مش دي الكوره اللي تترمى ورا ظهرك يا منعم. انت تقريبا احسن مدافع في مصر دلوقتي والمدافع الاول لمنتخب مصر، ما ينفعش ان انت كوره زي دي تعدي من وراك، تترمى من وراك بالمنظر ده وانت تبقى سايبها كده عادي. بس الحمد لله الكوره عدت يعني. واشاده جامده جدا بصراحه بمصطفى شوبير النهارده، اللي هو يعني ما تشطش عليه غير شوطه تقريبا او شوطين، منهم واحده كانت خطيره اللي هي كانت انفراد. بس بصراحه انا حسيت ان الشناوي واقف، هو ناقصه بس شويه خبره، لكن الولا بسم الله ما شاء الله مش قلقان. الحارس حارس كويس جدا يعني، بالتوفيق بصراحه لمصطفى شوبير، حارس كويس جدا. احمد عبد القادر، انا والله ما عارف اقول لك ايه. والله يا ابني انا خلصت فيك الكلام، يعني انا مش عارف اقول لك ايه اكتر من كده. كفاياك استعجال، كفاياك بص في الارض وانت بتجري. انت لعيب مهاري وخامه كويسه، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك. انت المفروض ان انت بتجري الكوره، طالع لك المهاجم مره واحده ارميها له. انت دخلت جوه الملعب مره واحده، الكلام ده في الدقائق الاخيره برضو، دخلت جوه الملعب مره واحده ما لعبتهاش للمهاجم اللي طلع لك محمد شريف اللي طلع لك. يعني حرام اللي انت بتعمله ده، حرام عليك نفسك والله كده. انت خامه كويسه، انت بتضيع نفسك بنفسك.
بالنسبه للتقييمات بتاعت الفرقه بصراحه يعني مصطفى شوبير هو ما راحش عليه كرات ياما، بس يعني الانفراد اللي راح عليه ده انا اديله 7 من 10. بالنسبه لمحمد هاني، محمد هاني عنده حته بصراحه، هو محمد هاني مستواه يعني رجع احسن من الاول. انا دايما دلوقتي بشوف محمد هاني احمد فتحي على صغير، بس محمد هاني عنده حاجه واحده، الحاجه الوحيده اللي ناقصاه الرفعات بتاعته علشان تبقى عرضيه هي لا ترتقي اساسا لاحمد فتحي ولا ربع احمد فتحي اساسا. يعني هو محمد هاني ناقصه ان هو يبقى رفعاته كويسه ويقدر ان هو يرمي الكوره للمهاجم او حتى للجناح اللي فاضي الناحيه التانيه، ويبقى بصراحه باك يمين بيرفكت. محمد هاني انا اديله 6 من 10. محمود متولي بصراحة أداءك كان سيء جدا النهاردة وكنت تقلق بصراحة، أدي لك 4 من 10. محمد عبد المنعم 6 من 10. علي معلول كان أداؤه يعني مش علي معلول قوي، بس برضه هو علي معلول يعني، أدي له 7 من 10. مروان عطية يعني أنا مش يعني لو في نمرة فوق العشرة كنت اديتها لك، ف 10 من 10 طبعا. اليو ديانج بسم الله ما شاء الله، رئتين في الملعب، مش يعني لو في رئه واحده هيلعب بيها برضه بنفس المستوى. بسم الله ما شاء الله عليه، هديله 9.5 من 10. عمرو السوليه، عمرو السوليه بقى لعيب مزاجنجي، بقى لعيب مزاجنجي بالنسبه للبدني بتاعه، البدني بتاعه بقى وحش جدا، خصوصا ان هو عامل السن تقريبا عمرو السوليه دلوقتي 34 سنه. بس هو البدني بتاعه ما بقاش كويس. اشتغل كويس في بعض فترات الماتش، وباقي فترات الماتش كان بعيد تماما عن مستوى. يعني يعني عمرو السوليه انا شفته اشتغل كويس الشوط الثاني، الشوط الاولاني هو مش موجود، ولو كان موجود في كوره هو لعبه واحده بس لعبها او لعبتين لعبهم وهو واقف فاضي، مفيش ضغط عليه. انما في الشوط الثاني هو اتحرك ناحيه اليمين شويه واتحرك برده ناحيه الشمال شويه اللي هو المفروض سكته. انا كنت اتمنى بصراحه ان هو يخرجه وينزل القندوسي مكانه. القندوسي لعيب كويس، يقدر يستلم تحت ضغط، لعيب مهاري جدا. كان هيبقى يعني الناحيه الثانيه بتاعه النادي الاهلي اللي هي الناحيه الشمال، والناحيه اليمين يبقى اليو ديانج برده بيلعب براحته شويه بدل ما هو متفرق يمين وشمال. كان يلتزم بالناحيه اليمين شويه، وكان برده هيدي فرصه لعلي معلول ان هو يقدر يتحرك لقدام. لان بصراحه عمرو السوليه كان قاطع على معلول شويه، يعني بحته ان هو ايه، عمرو السوليه يعني لعيب حاليا بالبدني بتاعه بيلعب وهو تقريبا على الواقف، مش بيتحرك كتير، مش بيجري كتير، ما بقاش التركيز بتاعه زي عمرو السوليه بتاع زمان اللي احنا نعرفه. فعمرو السوليه بصراحه انا اديله 3 من 10. حسين الشحات 8 ونص من 10. بسم الله ما شاء الله يعني النينجا بمعنى الكلمه يعني، اللهم بارك يعني ربنا يبعد عنك العين يا ابني. الكات انسايد اللي بيعمله مره واحده، القطمه اللي بيعملها، الدخول على يلم اتنين تلاته وراه، اتنين تلاته يلمهم معاه، ما يخافش، لا هو بيجري بالكره، الكره بسم الله ما شاء الله لازقه في رجله ويقدر يصنع لك فرصه كويسه. فطبعا حسين الشحات 8 ونص يعني، بسم الله ما شاء الله عليه يعني. بيرسي تاو، بيرسي تاو الفار الصغير اللي بيجري ناحيه اليمين، بسم الله ما شاء الله برضو استيعاب مستواه بشكل كبير جدا من ساعه ما كولر مسك الفرقه، وقدر ان هو يعالجه من الاصابه المزمنه اللي كانت عنده، واللعيب اندمج بصراحه بشكل كبير مع الاهلي. وكمان هو رافض العروض، اي عروض احترافيه لبره رافضها، هو جاله عروض من اوروبا على فكره ورفضها حبا في الناس وحبا في التيم اللي موجود معاه وحبا في المدرب، هو مرتاح هنا، هو مبسوط هنا. فبصراحه بيرسي تاو برضو انا اديله 8 من 10. كهربا يعني ما اقدرش ادي لك اكتر من 5. انت بتتحرك كويس، بتعمل اللي عليك، لكن عندك حته في الاخر كده ان انت مستعجل، زيك زي احمد عبد القادر مستعجل. ما هو انت لو فضلت مستعجل انت مش هتجيب. فانت المفروض حضرتك يعني يا محمود عبد المنعم يا كهربا، المفروض ان انت الكره تحت رجلك، بص انت قدام الجون، انت شوط الكره الاولانيه في الماتش خالص، يعني اول كره في الماتش خالص انت شوطها من تحت لفوق بشكل غريب قوي، انت خلاص مع بسام وش لوش تقريبا، انت داخل على 6 ياردة، يعني ما انا ما اعرفش انت شطها كده ازاي. يعني ادي لك بصراحه ما اقدرش ادي لك اكتر من 5 يعني. أه وربنا يستر علينا ان شاء الله في ماتش الوداد اللي جاي. اتمنى ان يكون دي البروفه دي يتعلموا منها كتير ويستفادوا منها كتير، لسه فاضل 4 ايام على الماتش او 5 ايام على الماتش تقريبا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل نتيجه كويسه في القاهره هنا 2-0 على الاقل، وحذاري ان يخش فينا جون هنا، ربنا يسترها معانا ان شاء الله. واتمنى التوفيق للاهلي ان شاء الله بنتيجه كويسه في ماتش الوداد ونفوز بالبطوله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.